أهلا بيكم في حلقة جديدة من فيلم فاكتوري بودكاست. موضوع الحلقة دي هنتكلم فيه عن 3 أنواع الإنتاج. أي فيلم طبعا بيبقى لازم يكون ليه إنتاج، بمعنى إن هو يكون فيلم مصروف عليه. مهما كان المبلغ، مهما كان المبلغ إيه، لازم الفيلم ده يبقى محطوط فيه فلوس، فلوس عشان الفيلم ده يتعمل. من ناحية إن يكون في عمالة، من ناحية إن يكون في تنفيذ فعلي على أرض الواقع، من ناحية إن يكون في ما بعد التصوير، إن هو يبقى في عرض، وكل الحاجات دي طبعا بيكون ليها تكاليف ونسب والحاجات دي. هنا بقى إحنا هنتكلم في إن في كذا نوع للإنتاج، والسبب اللي خلاني إن أنا أقدم يعني إن أنا أتكلم في الحلقة دي عن الموضوع ده، عايز أثبت إن مش كل الأفلام اللي أنت بتشوفها ممكن يتصرف عليها ملايين. في افلام اتصرف عليها بارقام قليله جدا وطلع بمستوى كويس جدا. يعني في مثلا صناع افلام مستقلين في امريكا، وفي من اوروبا كمان. في ناس عملت افلام صرفت عليها بمبالغ بميزانيات تحت $10,000، دخلت بيها مهرجانات سينمائية. وفي منهم طبعا باعوها لمنصات زي امازون برايم، ايام ما كانت امازون برايم يعني بتستقبل كل الافلام القصيرة من كل الناس ومن اي حد يعني، وعاملين بمستوى يعني كويس، مستوى زي مستوى بالظبط اللي صرف على فيلمه ملايين الملايين من الدولارات. وفي هتلاقي برضو يعني اللي ما صرفش حاجة خالص وبرضو مطلع فيلمه بمستوى برضو كأنه مصروف عليه كويس قوي. في كل الأنواع. فهو ده بقى اللي احنا هنتكلم فيه. هنتكلم عندنا 3 أنواع أساسيين في الإنتاج. أول حاجة عندنا البلوك باستر، وده غني عن التعريف طبعا. تاني حاجة الاندبندنت أو الاندي أو المستقل، دول 3 كده نفس المسمى. تالت واحد اللو بادجت. خلونا بقى نتكلم عن كل واحد فيهم بالتفصيل الممل. اول حاجه عندنا البلوك باستر.
ممكن اقل من المبلغ ده، يعني فيلم اقل من اللي بيصرفه البلوك باستر، واقل بكتير من اللي بيصرفه الاندي. بس خلينا نقارنه مع الاندي او المستقل، لان انت لو هتقارن ما بين اللو بادجت والبلوك باستر يعني هتتعب جدا، يعني هتتعب يعني فعلا في التفكير. خلينا نحطه كده بينه وبين الاندي. اللي الاندي مثلا بيصرفه اللو بادجت ما بيصرفوش خالص. اللو بادجت ده اساسه ان هو بيصرف باقل ميزانية ممكنة. يعني ايه؟ يعني مثلا مثلا مش مثلا البلوك باستر ممكن يعمل لك فيلم يتكلف من 1,000,000 ل20، اللو بادجت بيصرف تحت ده بكتير. يعني الرقم ده ناس مستقلين عملوها، اتصرف عليها حاجات $1,000 و2005 لحد 10,000 دولار، عملوها بحاجات بالبادجتس دي كلها، واتباعت لأمازون برايم، وأمازون برايم اشترى وإن هو يعرض عنده حاجات. يعني 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 برضه هي مصروف عليها، بس مصروف عليها بمبالغ قليلة بالنسبة لهم. الفيلم ده اللي هو ما كلفكش حاجة. في بقى دول الثلاثة الأساسيين اللي اتكلمت فيهم. طيب في بقى حاجة تانية زيادة، بس دي مش أساسية، بس هي موجودة عموما. التايت بادجت والنو بادجت، دول حاجتين من اللي هما يعني دول موجودين برضو، بس هي مش أساسيات قوي. يعني هما أساسيات. هما
عشان يعني يونيفرسال بقى وكده. طيب انا بقى هفهمك حاجة. يونيفرسال متعاقدة مع بلام هاوس برودكشن ان الفيلم اللي يعجبها من انتاج بلام هاوس برودكشن وسيديهات والحاجات الهارد ديسك والحاجات دي عشان يبيع الفيلم. انا اقول لك بس دي يعني يمكن جت بعدين، شوية على برضو كلامه يعني. بس كده احنا عرفنا الفروق في الفروق الانتاجية وانواع الانتاج الاساسية الثلاثة اللي هم البلوك باستر، الاندي، اللو بادجت، والنوعين التانيين اللي هم الفرعيين، النو بادجت والتايت بادجت. طيب كل دي حاجات لازم تحطها في ذهنك وانت بتشتغل على الفيلم. وان دي رسالة من الحلقة دي، احب اقولك ان انت ما تحتلش هم المصاريف. كده او كده انت هتعمل فيلمك، هتعمله وهتتصرف، مفيش حاجة صعبة عليك. وخصوصا كمان احنا دلوقتي في 2021، يعني انت الدنيا سهلة جدا معاك وملكش اي حجة. الدنيا اتغيرت والدنيا بقت ابسط بكتير عن ما كانت زمان. وبكده نكون خلصنا من الحلقة دي. اشوفكم ان شاء الله الحلقة الجاية، حدوتة جديدة وقصة جديدة وموضوع جديد وحكاية جديدة. بكرر كلامي كتير انا عارف.
فاشوفكم ان شاء الله الحلقة الجاية. طبعا ما تنسوش تتابعوني في صفحتي على الفيسبوك وعلى الانستجرام، وتابعوني برضو على الشانل بتاعتي في اليوتيوب برضو، كلهم تحت اسم واحد، احمد مصطفى. ونشوفكم بقى ان شاء الله الحلقة الجاية من فيلم فاكتوري بودكاست. سلام. تقدروا تتابعوا حلقات فيلم فاكتوري بودكاست على مختلف المنصات السمعية اللي موجود اللينكات بتاعتها في الديسكريبشن، وتقدروا تتابعوا من عليها الحلقات اللي هتنزل جديدة كل أسبوع يوم السبت الساعة 9 بالليل بتوقيت القاهرة.